كان ليك فيديو جبت بالونه تمام فرعتها خش وقلت زيزو ده بالونه. تمام. دلوقتي زيزو بقى في الاهلي تمام يعني فما بقاش بالونه طبعا. ما بقاش بالونه طبعا طب ما ما انت بقاش كده بالونه. تقييمك الغي على كلامي ولو كلامي ده بس لاعب عندي. هات امام عاشور لما كان في الزمالك. امام عاشور غلط في ناس وبتاع وعمل. جه النادي الاهلي قبله 99% من جمهور الاهلي قال لك ده لا، والمدرج قال لا، وامام ما يدخلش النادي، لكن اتفرض على مش كلمه برضه اتفرض عشان ممكن لو اتقالت برضه. جه النادي الاهلي انا مش هعمل حاجه ان اشجعه، لان انا مش بشجع امام ولا بشجع في مبادئ الاهلي. لا ما انا هقول لك مبادئ الاهلي، هجي لك بس الحته دي بص هجي لك ليه دلوقتي. مبادئ الاهلي هفضل اقولها لك. احنا دايما نقول الاهلي فوق الجميع. حلو. ابنائه. انا مش فوق جميع الاعلاميين ولا فوق جميع الرياضيين ولا فوق جميع الزمالك واتحاد الكوره. تمام. انا فوق جميع ابنائي. امام غلط غلطه بره وكان صغير واعتذر عنها في الزمالك، وعم عمل حركه وليد سليمان وضربه اعتذر لوليد سليمان، والكلام ده حصل منه من بره وده طبيعي ووارد ان ممكن هو كان في الزمالك اعتذر. اعتذر هو في الزمالك. وجه النادي الاهلي في صفقه في حاجات كمان انت كمشجع انا ودايما انا اقولها وما بتكسفش الموضوع ده. انا مبادئ الاهلي مش 100%. اوعى تفتكر ان مبادئ الاهلي دي 100%، بس دايما انا اقول يعني مش 100%. هقول لك اهو يعني مبادئ الاهلي 90% بس غيري صفر. مبادئ الاهلي 50% بس غيري صفر. يعني اذا انا عندي مواقف فيها مبادئ لكن وارد ان انا ممكن اعمل اخطاء تضايق الجمهور زي وجود امام في الاهلي. الناس قالوا نفس كلامك. فين مبادئنا ان احنا نجيب لاعب قال كده؟ لكن انا اشوفها ان هو بره عمل حاجه تعالى عندي انا ابتدي اعاملك، ومش عايز اقول اربيك امام متربي وكل حاجه، يعني اربيك على مبادئ الاهلي اللي هي ايه بقى؟ ما انا هقول لك اللي هي ايه. انت كده النادي الاهلي انت غلطت غلطه واثنين خدت فيها مليون في مليون. حلو. او مش فاكر مليون وحد تاني كان واخد مليون. لا. انت بتغلط عندي بعاقبك. امام لما عمل الموضوع ده في الزمالك تعاقب؟ لا انا هرد. انا امام ما تعاقبش. امام الموضوع اول ما قالوها بقت بتتغنى في المدرجات ودي حاجه جميله جدا. في لعيب تاني عمل حركه مش كويسه بقى يحطوها على التيشيرتات. انا بقى مبادئي في الحته دي ان انا عندي في النادي انا ما اقبلش بالكلام ده، ما اقبلش ان اللاعب عندي يعمل التصرفات دي. وعلى فكره باين جدا حتى سلوكيا اتغير امام عاشور تماما. فامام عشان ارجع لك بس لحته البالونه عشان احنا هربنا ماشي. لا عادي مفيش مشكله. تمام عشان انا بطول في الكلام. انت براحتك حقني تمام. فامام هو جه كان ناس كتير متضايقه وناس كتير بس هو خالص هو موجود في النادي هشجعه. لو عمل ايه شجعه. وممكن اجيب لك امثله لحسام حسن وابراهيم حسن في التسعينات ماذا فعلوا الجماهير الزمالك وحركات اتعملت وموجوده في المجلات في اخبار الرياضه. واللي كان ابراهيم سعيد في ماتش ال6-1 اصلا وهو طالع كان طرد هو تامر عبد الحميد. عملوا حاجات لما بيروحوا الزمالك بيتقابلوا عادي. فالناس كلها مركزه مع مبادئ. انا يا جماعه طب انت عندك حبه طيب تعايرني بيهم؟ انا على الاقل عندي حبه مبادئ اقدر اعاير الناس دي ان انا عندي نادي. شايف نادي الزمالك مفيش عنده مبادئ؟ مش عايز اقول بالمعنى الكلمه بس انا عمري ما شفت موقف للزمالك في عنده فيه مبادئ. يعني هات لي موقف واحد يعني مثلا هتيجي تقول لي ايه طب انت ايه الموقف اللي اعد لك لعيبه موقف 85 وموقف ابناء الاهلي. الاهلي بيبقى بالنسبه له اللاعب اللي بيغدر بالاهلي او بيقل من الاهلي بياخد ضده قرار. تمام. فالاهلي لا الاهلي طبعا عنده مبادئ. مبادئ مع الناس اللي ماسكه، مبادئ في قرارات مع الحكام، في حاجات كتير. الناس تقول لك الاهلي بيكسب بالحكام. لا ده كابتن صالح له فيديو في التسعينات بيقول للعيبه كده الحكم نسمعه ونقول له حاضر وطيب ونعم. المهم ان انا على الاقل عندي مواقف لو قليله غيري مش موجود. غيري تمام. كل انديه مصر ما بشوفش موقف يقول فيه ان في مبادئ. زيزو بقى اللي انت قلت زيزو الناس بيقول عليه بالونه. بص تاني وتالت ورابع وعاشر كلمه بالونه دي ليها تصنيف معين بعيدا عن مستواه اللي هي او مربوطه بمستواه. بس المسمى نفسه مش ان زيزو لعيب وحش. زيزو لعيب دخل في المنظومه الزملكاويه اللي هي بتنفخ في اي لاعب يجي عندهم لمجرد انه لبس كوبري لسعد سمير فمصطفى فتحي بقى السافل. ايمن حفني سجل جون ووقع سعد سمير اتقلب كده فايمن ليه وحفني. فالافوره دي انا بسمي ده بالونه. زيزو لعيب كبير ومختلف تماما. هو لعيب كبير دلوقتي ولا هو ما كان في الزمالك كان لعيب كبير؟ لا لعيب والله العظيم. على فكره انا في حلقاتي امام عاشور انا بسالك في انا بقول انا برد انا مش ماتش بس انا عايز اقول لك امام هو في الزمالك كان قبل ماتش الاهلي والزمالك اللي احنا خسرناه في الكاس اما امام جاب جون عمل وانتو مع زيزو. مع زيزو ليله المباراه انا الجون ده توقعته للناس بالظبط. الناس اتخضت. قلت لهم في كوره امام عاشور هيعملها مع زيزو امام هيسدد علينا لان امام اهم لاعب في الزمالك. حلو. فلما جه الاهلي انا طبعا ما بحبوش الموقف اللي قاله بس في حاجات في الكوره هقولها. زيزو كان قال ان جمهور الزمالك على فكره زيزو بقى له موسمين مش حلو. هو جاي الاهلي اهو. زيزو اخر موسمين مع الزمالك مش حلو. فانا ابتديت اطلع مؤخرا الكلمه دي ليه؟ يا جماعه زيزو مش حلو وانتوا برضه لا يجدد ب 200 مليون يجدد ب 70 مليون. ده الاداره لازم تعمل اللي عليها وتجدد. يا ابني الاهلي برقم كبير برضه. طبعا زيزو طبعا يجي برقم كبير. ده لو قالوا لي ان هو يستحق طبعا ده اهم صفقه في تاريخ الاهلي والزمالك. في تاريخ الاهلي والزمالك في التاريخ. ولا امام ولا كهربا ولا رضا عبد العال ولا مؤمن ولا طارق السعيد ولا اينو ولا صديق ولا اي حد.
ليه بقى؟ لا يا راجل، زيزو عشان جمهور الزمالك حطه في الحته دي بقى، هداف تاريخي سادس، تمام. جمهور الزمالك الاهلي ده خلاص، ده ابن الزمالك وابن الكورفه ويروح يغني، والواد وكمل عليه اخلاص في الملعب، تفاني. فجاه واحده لقينا التفاني كلها راحت في التهاني. الاهلي دفع الفلوس، خلص. هي الكوره بقت كده. طب انت شايف من وجهه نظرك انت كاسلام كبتشجع الاهلي، شايف جمهور الزمالك دلوقتي شايفين زيزو خاين، شايف ده ايه؟ وانا لو لاعب عندي راح برضه اقول نفس الكلام ده، خاين. والخاين طبعا حقه يقول انه خاين، حقه طبعا. هو الناس طبعا ما بيحبش الافوره قوي دي، بس انا يعني مثلا لما جينا قلنا الحضري، ما احنا الحضري سميناه الهارب. حلو. لانه هرب مني وراح بره واشترى الفلوس. اي لاعب مثلا بيروح، بس احنا ما عندناش حد راح من الزمالك دايركت دي، اول الاهلي يكون خلاص باع الموضوع للاعب يعني. يعني ده الا عبد الله السعيد. عبد الله السعيد هي الصفقه الوحيده اللي تقدر تقول عليها ان دون اتاخد من قلب الاهلي. وده كان بالنسبه لك ساعتها خاين؟ طبعا خاين وكل شيء طبعا. يعني هو اتضايق قوي ان انت ازاي تعمل فينا كده، احنا الاهلي ما تاخدش مني لاعب كده مباشر. انت خدت مني حسام حسن ابراهيم لما كانت حسيت بايه ساعتها؟ متضايق، نفس اللي حاسس بيه جمهور الزمالك، بس اقل. ليه بقى؟ مش عشان الاهلي بيعرف يرجع القصه، ماليش دعوه بالقصه دي، لان جمهور الاهلي ما عندوش الحته العاطفيه مع اللاعب دي قوي. دي موجوده في الزمالك. جمهور الاهلي جمهور، احنا جمهور تنك. حلو. امشي. انا دلوقتي بقولها لك اهو، والله لو الزمالك وقع لمين احسن لاعب عندي، الشناوي وسام ابو علي، خد اي لاعب من اللي كانوا عندي، بن شرقي او امام، خدهم مني والله ما ازعل عليه. يعني امام لو رجع الزمالك هقول عليه خاين وكل حاجه، بس في نفس الوقت روح. يعني جمهور الاهلي ما عندوش حته البكا على اللاعب، وان احنا مثلا عرفنا ايه، اصل رمضان جاي له من بيراميدز، جدد له كابتن محمود، ازاي ده رمضان، وكان اهم لاعب رمضان صبحي، كان بعد ما رجع من السوق كان مكسر الدنيا. صح. لا ما تمشيش رمضان، ازاي يا كابتن جددوا له باللي هو عايزه. جمهور الاهلي مش كده يا باشا، احنا سقفنا كده، والاهلي هو اللي شايف كده، وانت عايز تقعد كده. ساعات ده في عصر الاحتراف ما بقى الصح، ان اللاعب ده تقول لك يا عم انا عايز فلوس، انا عايز صح. بس في نفس الوقت اللاعب اللي يمشي من عندي هيبقى خاين، هيروح الناحيه الثانيه هيبقى جميل. وعلى فكره لو جبت لك موقف عكس عند الناديين هتلاقيها هي بالظبط. زي مين؟ يعني اي لاعب راح الزمالك، المسوري مثلا، يعني مثلا جت فتره من الاهلي راح بيراميدز، مثلا لاعب راح بيراميدز، اما ناصر وعبد الله راحوا الزمالك واحمد حمدي، كانوا بس مش رايحين دايركت، يعني مش مهم دايركت او المهم ان اللاعب اللي بيروح، اصل دايركت الزمالك ما يعرفش ياخد من الاهلي دايركت. انا باجي لك دايركت اهو. انا جاي لك دايركت يعني. بس بده طلع احنا معانا شيكات نقدر ان اي حد من الاهلي يوقع معانا. في لاعيبه من الاهلي طلبت اللي تيجي الزمالك والله العظيم. قال لك مين؟ حلو. عضو كان تخطيط بالزمالك هايل، في شيكات مفتوحه، معلش مع احترامي للجمله، وطبعا لكابتن احمد حسام ميدو له كل الاحترام. طبعا. بس شيكات مفتوحه، يعني ما انت يعني ادي مثلا شيك لزيزو، بلاش ادي شيك للاعيبه المتاخره مستحقاتها اللي موجوده، وانت عارف ان اكيد في لعيبه في الزمالك مستحقاتها. فلما انت تقول كده ان انا عندي شيكات مفتوحه، دي فتحه صدر. انت عايز، وعلى فكره يا ريت الزمالك يجيب لعيبه، والله العظيم انا مش زعلان من تجربه بيراميدز دي خالص، انا بس ببقى متضايق ان بحسه نادي بيشتري عداوه الاهلي، لكن بيراميدز عنده بيشتري عداوه الاهلي. طبعا. ليه؟ لان انت بتشوف كل موقف بيحصل مع اداره الناديين، حلو. التعامل فيه ما بيبقاش زي التعامل مع اداره الاهلي. يعني لو في موقف، هو يعني مثلا اقول لك، اضرب لك مثل، يعني موقف حسين والشيبي، موقف غلط 100% من حسين، طبعا فيهوش كلام ومفيهوش نقاش، ولا ينفع الشتيمه اللي حصلت اخلاقيا، ولا ينفع مد الايد، ودي مش الاهلي عاقب، الاتحاد عاقب، ايا كان العقوبات معايا على العقوبات مش معايا، لكن الموضوع ده لو مع نادي تاني ابعد عن قصه العقوبات دي، هو غلطان. لكن لو لاعب من الزمالك عمل كده مع الشيبي، انا بقول لك بيراميدز مش ده يبقى رد فعله، خصوصا بيراميدز عمل ايه برضه يا اسلام؟ لا ده انا هشتكيه، ومحاكم وجاب له سنه والكلام ده، حقه انه ياخد. لا هو اللي عمل كده عشان برضه يعني كواليس، يعني هو اللي عمل كده الشيبي. لا الشيبي كان الموضوع انتهى. ما انا بس انت راجل طبعا، انت طبعا ملك الخصم، ما اقدرش اجادلك فيها. اسمع مني، الكواليس هو اللي عمل كده الشيبي، بسبب ان في المغرب حصل مشكله كبيره، والناس ابتدت تتكلم بسبب ايه؟ الموضوع كبر جدا. ما انا بقول لك، بس بلاش الموقف ده، اي موقف عموما مع بيراميدز بلاش. اللعيبه اللي ممكن تروح من بيراميدز للزمالك هتلاقي وارد اللعيبه عادي تروح منتهى السهوله عادي جدا. بيراميدز انا مش هاخد لعيبه من الزمالك، مع ان الزمالك عنده بقى لعيبه كتير، انا كاهلي باخد منه، انا فاوض لعيبه منك انت. فهو النادي بيبقى شارع عداوه الاهلي في موقف احنا عارفينها، وبعدين عارفين سبب بقى التاسيس والقصه والمش عارف ايه، والقصه اللي حصلت بين كابتن محمود ومش عارف ايه والكلام ده. حلو. فكل الكلام ده يخلي بيراميدز في النقطه اللي انا بكلمك فيها دي يشتري عداوه الاهلي، او انا اشوفها من وجهه نظري كده يعني. بس يعني فان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يقدر ان هو يعني يستفيد حتى بزيزو اللي هو جاي، احنا كنا بنقول عليه بالونه، فان شاء الله يستفيد بيه فنيا. وزي ما بقول لك عشان اختم لك القصه دي، هو جالي هيبقى زي ما قلت لك العكس بقى، احنا بنقلب اي لاعب مع عبد الله السعيد راح كل الناس قالوا ايه؟ احتراف. احتراف. وانت ياما خدت يا اهلي
وانت فضيت الاسماعيلي. طب خلاص انا بفضي الزمالك، سيبني بقى، كل اللي يعرف يفضي انت عايز اللي عايز يفضي، والله اللي عايز يفضي اللي يعرف يفضي التاني يفضي بس. انا شايف الاحتراف اصلا دلوقتي مش حاجه اسمها انتماء، مش حاجه اسمها انتماء، مفيش الكلام ده. انا حتى لعيبتي بقول لك، انا لعيبتي طبعا بيلعبوا الاهلي وقيمه، وعارفين ان في كاس عالم وعارفين ان، بس اللي في نفس الوقت كل اللعيبه اللي بتلعب عارفه ان الاهلي فيه فلوس، عارفه ان الاهلي بيدي فلوس بالتزام، بتلعب لاجل هذا الموضوع. والدليل ان انا كل لعيبتي لو جالها عروض من بره كده تمشي. اللي بيجي له عرض من الخليج حمدي فتحي ما هو مشي. بس انت شايف ان زيزو هينجح مع الاهلي؟ طبعا. عقليته تقول كده مع الزمالك، لان انا بشوف ان مثلا لعيبه الزمالك انا ما شفتش يعني اخر مثلا 25 سنه انا ما شفتش لاعب في الزمالك بالعقليه دي الا محمد عبد الشافي. طبعا محمد الشافي ده حاجه اصلا انا بحبه جدا. يعني لو قلت لي مين في تاريخ الزمالك كله بتحبه، محمد عبد الشافي ده حاجه حاله بالنسبه لي. طيب. حاله.